رسالة لاخويا المسلم الجاهل، وركز على كلمة الجاهل. الجاهل اللي بيحتفل بعيد الكريسماس او بعيد يوم القيامة، او الجاهل اللي بيروح يتصور ورا شجرة الكريسماس، او الجاهل اللي رايح يقول لصديقه النصراني كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وانت طيب. العيد اللي حضرتك رايح تقول له كل سنة وانت طيب فيه ده، انت عارف هم بيقولوا على ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ انت عارف هم بيدعوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى عنده ابن، وبيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى مات في اليوم زي ده. انت متخيل انت بتقول له كل سنه وانت طيب على عيد هم بيقولوا على ربنا سبحانه وتعالى ان هو مات؟ انت متخيل ان ربك يموت؟ انت بتعبد رب مات؟ انا مش عارف انت بتقول ايه. انت عارف لو بترتكب الكبائر الزنا بقى او سرقه او اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لك. اما الادعاء على ربنا سبحانه وتعالى وتشتم ربنا سبحانه وتعالى بحاجه زي كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول شتمني عبدي وما له ان يشتمني. ربنا سبحانه وتعالى انت يا عبد انت بتشتم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في الحديث القدسي شتمني عبدي وما له ان يشتمني. طب شتمك ازاي يا رب؟ قال اتخذ الرحمن ولدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انت بتشتم ربنا سبحانه وتعالى لما تقول ان لما بتقر بعقيده النصارى وتهنئهم وتروح تهنئهم بان هم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. شتمني عبدي وما له ان يشتمني، قال اتخذ الرحمن ولدا وانا الاحد الذي لم الد ولم اولد ولم اكن لي كفوا احد. انت متخيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ انت فاهم ولا مستوعب؟ انت لو بتهنئه عن جهل هقول لك ماشي انت مش عارف، اما انا جاي اعرفك دلوقتي انت بتقول ايه؟ انت بتقول ان هم قالوا على ربنا سبحانه وتعالى ان هو مات في اليوم زي ده. العقيده خط احمر، عقيدتك خط احمر بلاش. انا مش بقول لك قطعه، انا بقول لك ان هو لو عنده فرح روح افرح معاه، لو عنده عزا روح، لو تعبان اقف جنبه لحد ما يخف ويقوم، خليك جنبه على طول. بس عقيدتك خط احمر بلاش تعديها. لو تسمع ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو بيصف النصارى وهم بيقولوا على ربنا سبحانه وتعالى كده، جسمك هيقشعر من الكلام ده. انا مش فاهم. اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. مين دول؟ النصارى بيقولوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شيء عظيم، جئتوا بشيء عظيم ما حد جه بيه قبل كده. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. اسمع بقالك. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بسبب 3 كلمات. قالوا اتخذ الرحمن ولدا. 3 كلمات بس السماء هتتفطر والأرض هتنشق والجبال هتنهد بسبب 3 كلمات. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اسمع يا جاهل اللي رايح تقول له كل سنة وانت طيب. اسمع يا جاهل اللي بتصور ورا شجرة الكريسماس. اسمع يا جاهل اللي بتفرح بعيد زي ده. اسمع. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه. السماء تحت، السماء اللي فوق ده ايه هتتفطر من الكلمتين اللي انت بتقولهم. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اسمع بقى افهم الكلام اللي بنعدوه ونزيدوه كل سنة. انت مسلم وانا بقول لك اجمع العلماء على ان انت لو عارف اللي هو عيدهم باطل ورايح تقول له كل سنة وانت طيب، انت كده بره الملة خلاص. واجب عليك انك تروح تغتسل من اول وجديد وتعلن اسلامك من اول وجديد، وهيبقى اسلامك برضه ضعيف. حتى لو دخلت الاسلام هيبقى اسلامك ضعيف. وبس كده اديني فهمتك وعرفتك، وفي الاخر الذنب هيبقى عليك انت. بس كده، سلام.